السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل وصفة سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود. بصوا البطاطس دايبة دوب ازاي يا جماعة، خطيرة. والفراخ برضو دايبة زي ما انتوا هتشوفوا كده. معلش انا بصور بايد واحدة فمش عارفة امسك الفراخ كده واوريها لكم اللي هي مستوية وتحفة ومشوية وخطيرة يا جماعة. ولا الرز بقى مفلفل ما اقولكوش بجد ولا. تعالوا اقول لكم الوصفة ازاي. عندنا بقى البهارات اللي انتوا عايزينها، ملح وفلفل اسود وبهارات سبعة، بهارات فراخ، سماق، جنزبيل، زعتر، براحتك خالص، ورشه من جوز الطيب ورشه من القرفه. معايا بقى معلقتين كبار من صويا صوص، ومعايا معلقه كبيره من دبس الرمان بتديها لون وطعم خطير يا جماعه، ومعلقه كبيره من الصلصه. هخلط كل المكونات مع بعض وهنزل بمعلقه كبيره من الزيت، هخلطهم مع بعض وهحضر بقى الخضار بتاعنا. معايا بقى البطاطس مقطعاها بقى لا تخينه ولا رفيعه زي ما انتوا هتشوفوا كده، السمك اللي انتوا هتشوفوه. ومعايا بقى بصل، ومعايا معلقه صغيره من التوم، وفلفل احمر، فلفل الوان، فلفل حامي، براحتك خالص. هحط بقى كده عليهم معلقتين كبار من الخلطه وهديهم تقليبه كده مع بعض. بصوا تتاكل اكل يا جماعه من غير ما تستوي. هاخد بقى الفراخ بتاعتي، اذا كان بقى اوراق، اجنحه، فراخ كامله، براحتك خالص زي ما انتم شايفين كده. وممكن كمان بانيه مفيش مشكله. ممكن تحطي بدل البطاطس ممكن تحطي كوسه، ممكن ما تشيلي الخضار كله اصلا، براحتك خالص من غير ما تقعدي كده في التتبيله مده ولا اي حاجه، على طول كده على السوا. احطهم بقى فوق الخضار كده وهنزل عليهم بكوبايه من الميه. بس هي ما اتصورتش، بس انا بوريكم ان انا حطيت كوبايه من الميه. هرش بقى كده فوق الوش رشه بسيطه من الزعتر بتديها طعم حلو قوي في الشوي. هنزل بقى كده بورق زبده كده، هبله ميه واحطه كده فوق الفراخ. وهجيب بقى الورق الفويل كده وهكمرها جامد جدا واحطها في الفرن. بصوا بقى الجمال، خطيره، بتطلع ناشفه كده وطعمها خطير. وبصوا ولا طماطم ولا صلصه ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال تحفه، مع شويه رز بقى، شويه مكرونه تاكلوها بالعيش، مع شويه سلطه ولا مخلل. خطيره خطيره خطيره. ايه رايكم في الجمال؟ يا رب الوصفه تعجبكم.